بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنستكمل شرح ريفيت معماري 2015، وهنتكلم النهاردة عن الفتحات وعن الجلد. تمام، خلينا نستكمل جزء الفتحات الأول. كنا خدنا إزاي نعمل فتحة في حيطة دائرية، ودي كانت اتشرحت في محاضرة الوول. لو أنا عندي حاجة بالشكل ده وجيت مثلا عملت هنا حيطة فيها كيرف بالطريقة دي، وحبيت إن أنا أفتح فيها فتحة، كنا قلنا خلينا نرسمها تاني لأن كان في حاجات قديمة. نيجي مثلا نعمل كده ونيجي نقول له شيل لنا دي، ونقول له عايزين نكريت زي دي فيفتح لنا التول، فنقول له هات لنا حاجة بالشكل ده. كنا قلنا إن إحنا عندنا إمكانية إن إحنا نمسك حيطة مستقيمة في الريفت زي دي، وأقول له إيديت بروفايل وأعدل في الشكل بتاعها زي ما أنا عايز، لكن ده مش متاح ليك في إن أنت تعمله هنا. لكن متاح ليك حاجة اسمها اوبننج في الوول، اللي هي المفروض موجودة هنا، اللي هي دي. حضرتك بتكليك على الحيطة بتاعتك، تمام، اللي انت هتفتح فيها. بعد كده ترسم الفتحة بتاعتك اللي انت عايزها عليها بالطريقة دي. تاني هنبتدي نيجي هنا نقول له وول، ونقول له هي دي الحيطة بتاعتنا، ونبتدي نرسم عليها الفتحة بالطريقة دي. وبالتالي بدأ يفتح لي في الحيطة الكيرف بتاعتي فتحة أقدر أمسكها وأعدل فيها أي تعديل أنا عايزه بالشكل ده. طبعا هو مش شكل حر، هو متاح ليك فقط إن أنت تفرغ منه مستطيل بالشكل ده. تمام. طيب، لو احنا جينا بعد كده هنلاقي عندنا تاني أهم حاجة كانت الشافت، اللي احنا قلنا عليها هي بتفرغ في البلاطات بتاعتك بتاعت الأدوار، وبتحدد ليها الشغل بتاعك. فباجي أقول له مثلا عندي روف هنا، فأقول له أنا عايز أبيك الحيطان كلها، فأقول له تاب، وبالتاب يبقى أنا بكيت كله مرة واحدة. وهقول له فينيش، وهقول له كوبي، وهقول له خد لي الكلام ده بيست ألاين سيلكتد ليفل، فهقول له ليفل 2. فأصبح عندي دلوقتي الكلام ده موجود عندي في ليفل 1 وفي ليفل 2. الحيطان بتاعتي دي طالعة لحد 8، فهقول له خليها لي مربوطة بحد ليفل 2، وبالتالي عملت حاجة بالشكل ده. لو جيت في ليفل 1 وبدأت أقول له أنا عايز أعمل شافت، وجيت قلت له مثلا والله مكان السلم بالنسبة لي في مكان ما، فهاجي أعمل كده. فالشافت ده هيفرغ معاك حسب ما أنت هتقول له من هنا المعلومات بتاعته هيبدأ منين وهينتهي فين، والأوفست عن الكلام ده قد إيه. تمام. وبالتالي لو عملنا حاجة بالشكل ده، عمل لي تفريغ هنا وتفريغ في البلاطة اللي تحت عندي برضو، علشان خاطر انا عامله ممتد ان هو قاطع البلاطين بالشكل ده. فده كان برضو امر مهم جدا ان انا اعمل فتحات في الموديل بتاعي. بعد كده عندي حاجة اسمها دورمر. الدورمر ده خاص بالاسقف المايلة. لو انت حابب تبتدي تعمل سقف، تمام، وليكن مثلا خلينا نيجي نقول له امسح لنا الكلام ده، وهات لنا ليفل 1، وهات لنا الحيطان عادي خالص، واجي اقول له هات لي مثلا حاجة بالشكل ده. خلينا نخليها حاجة مربعة كده، تمام. ونيجي نقول له ورينا الكلام ده في 3D. نمسك الكلام ده ونوصفه ان هو طالع مثلا لحد ليفل 2، ونقف في ليفل 2 ونقول له احنا عايزين نبتدي نرسم روف. الروف بتاعنا اللي احنا هنرسمه، هنبتدي مثلا نقول له عايزين قيمة اوفست 10 سنتي مثلا، ونبتدي نيجي نرسم من هنا. تمام. وبالتالي واخد عندي 10 سنتي فرق كده، واقول له اوكي. وبالتالي لو جيت عملت كده هلاقي ان ده طالع لي بالشكل ده. ليه طالع بالشكل ده؟ لان انت ما قلتلوش ديفاين للاسلوب بتاعته. فهنمسك الكلام ده وهنقول له ان احنا عايزين نعمل ديفاين اسلوب، وبالتالي بدأ يضيف اسلوب، وبدأت تطلع حاجة بالشكل ده. تمام. نقدر طبعا نمسك الكلام ده ونعدل عليه زي ما احنا عارفين. نقدر نمسك الكلام ده ونخلي الميول بالنسبة لنا مثلا مش موجودة في الأضلاع دي، أو مثلا هنا أقول له الاتنين دول الغي لي ليهم ديفاين اسلوب واعمل لي الكلام بالطريقة دي. وبالتالي بدأت أوصل لحاجة بالشكل ده. ممكن أقول له عايز أبتدي أعمل أتاش، وأحدد هنا إن أنا بأتاش على التوب، وأبتدي أعمل حاجة بالشكل ده. ممكن أكون عايز أعمل بقى هنا، تمام، سقف تاني، فاجي أقول له أنا عايز أعمل سقف من النوع اكسترود اللي إحنا شرحناه برضو، وأقول له أنا هبكلك البلان إن هو يكون الجزء ده، علشان خاطر يديني بلان عمودي عليه، وبالتالي أعرف أرسم على الجزء المايل. وهقول له على ليفل 2 مفيش عندي أي مشكلة، وهبتدي إن أنا أرسم البلان بتاعي، او يعني السكتش بتاعي اللي انا عايز الروف بتاعتي تنزل عليه. وليكن مثلا حاجة بالشكل ده، وهقول له
اعمل لي ميرور للناحية التانية، وبالتالي بدأت أوصل لحاجة بالشكل ده. ده لو قلت له فينيش هيتحول معايا لسقف زي ما احنا عارفين اكسترودد بالشكل ده. تمام. طيب ده كلام جميل. نقدر ناخد الكلام ده وندخل بيه جوه شوية بالطريقة دي، وهنبتدي ان احنا نيجي هنا هنلاقي الكلام ده موجود معايا بالطريقة دي. فهاجي ارسم وول بناء عليه، هاجي ارسم وول هنا بالشكل ده. تمام. وهنرسم وول هنا برضو، وهنرسم وول هنا بالطريقة دي. والوول دي هبتدي اخدها يعني هزحها هنا، وابتدي اعمل الاين بحيث ان هي تكون ماشية مع ده. او لو هو مش قارئه لان هو على المايل، انا هبتدي اعمل بالنادج تول اللي هي المفروض الكيبورد يعني بتحرك بالماوس. ولو جيت حضرتك تبص هتلاقي ان انت رسمت حاجة بالشكل ده. طبعا الحيطان دي انت عايز تبتدي تعمل لها اتاش ان هي تبتدي تكون مربوطة بالبلان بتاعك او يعني بالسقف بتاعك يعني. تمام. فطبعا لازم يكون السقف بيحتويها. يعني كده الحيطة مثلا خارجة بره السقف بتاعك، وبالتالي هيقابلك مشكلة. فانت لازم تبتدي تيجي تدخل الكلام ده جوه بالشكل ده. تمام. بحيث ان الحيطان كلها، عشان الكلام يوضح ممكن نجيب الواير فريم. الحيطان بالنسبة لي كلها هتكون داخل الايه، داخل حدود السقف المايل بتاعك. هنيجي نعمل كده، وهنمسك الحيطان كلها، وهاجي اقول له اتاش، وهقول له الاتاش بتاعي للطب ان هم كلهم يكونوا اتاش على البلان ده. وطبعا من هنا هم المفروض برضو ان هم يكونوا اتاش مع ده، ولكن من ناحية البيز. فهقول له اتاش مع ده من ناحية البيز، وبالتالي الحيطان بتاعتي هتتقص بحيث ان هي تكون واقفة معايا على السقف التاني اللي هو المفروض ده. تمام. يبقى الحيطين اللي عندي اللي هم هنا بدأوا يتقصوا اهو، بحيث ان هم يكونوا واقفين فقط على قد الايه، على قد الجزء اللي عندي هنا. تمام. فطبعا ما عادش باين منهم غير حتة بسيطة جدا اللي هي دي، علشان خاطر هو المفروض هيبدأ من هنا وينتهي هنا مباشرة. طيب ده كلام جميل. لو احنا جينا كده من هنا وبدأنا ان احنا نمسك الكلام ده ونرفعه فوق شوية، هنلاقي ان طبعا الايه الحيطان بترتفع معاه، وبالتالي بيبتدي يظهر معايا مساحة اكبر من الحيطة هنا. علشان خاطر بقى نبتدي، لو احنا جينا هنا وعملنا كده علشان خاطر نيجي نفرغ ان ده، طبعا هو كده ما ينفعش اي بني ادم يسكن هنا لان دي قفلة، او ان هو قصد يقف في الشباك ده او يطلع فيه او يعتبر فراغ بالنسبة له، لان دي مقفولة من السقف هنا. فاحنا عايزين نفرغ في السقف على قد الايه، على قد الفراغ ده. تمام. على قد الفراغ الداخلي ده، علشان خاطر يكون مفتوح على جوه مباشرة. عشان خاطر تعمل حاجة زي كده هتيجي حضرتك تمسك الكلام ده وتقول له انا عايز اعمل روف من هنا. تقول له اكليك على الخط ده واكليك على الفيس اللي انا عايز الروف ده كله يمتد ناحيته، وبالتالي لقيته عمل معاك حاجة بالشكل ده. هو دلوقتي عمل امتداد يعني لحمهم في بعض بشكل كويس، لكن لسه ما تفرغش. اللي هيفرغ لك بقى هو الدور بتاع دورمر. يبقى انت عرفت ان الدورمر دي ما بتشتغلش معاك الا في الاخر خالص هنا علشان تفرغ سقف من سقف. هتيجي من دورمر هيبتدي يقول لك من دورمر هنا اختار لي السقف اللي انت هتفرغ فيه، فهقول له ده. هيقول لك بكلي الحيطان والروف. طبعا هو الجزء ده اللي احنا عايزين نفرغه هنا ده بيتكون من سكتش مؤلف من الحيطان والروف، اللي هو الحيطان اللي هنا والروفس المايلة دي. فحضرتك هتيجي هنا وهتبتدي تيجي تقول له على الحيطة دي أول سكتش، وعلى الحيطة التانية أول سكتش. لكن تراعي جدا إن أنت تكون بتبك يعني الخط الداخلي للحيطان. تمام. عندك خط تاني خارجي هنا أهو، لكن أنا عايز منه الداخلي اللي جوه. واللي على المايل هنا هنبتدي برضو ناخد الفيسز الداخلية اللي موجودة هنا، واللاين الداخلي برضو اللي موجود معانا هنا. تمام. فهنيجي نقول له عايزين السكتش بتاعنا برضو يكون على قد الحتة دي وعلى قد برضو اللاين ده، وبالتالي احنا بكينا بالنسبة للحيطان الخطوط الداخلية منها. وبالنسبة للسقف اللي على المايل ده منه طبعا خط خارجي وخط داخلي، خدت برضو الخطين الداخليين بالنسبة لي. هبتدي اجي هنا واقفل السكتش بتاعي بالشكل ده، وابتدي اقول له اوكي، وبالتالي بدأ يفرغ لي من السقف الجزء ده. فلو حضرتك جيت بصيت كده دلوقتي تلاقي ان الجزء ده اتفرغ معاك من جوه. تمام. دي طبعا نقطة مهمة جدا. وممكن نيجي دلوقتي نجيب بقى هنا شباك ونحط شباك لو احنا عايزين بالشكل ده. تمام. او
نبتدي نكتفي بشباك واحد ونكبره شوية، نبتدي نختار حاجة مثلا كبيرة شوية ونبتدي نحط الكلام ده. ممكن ده يقابلك في تشكيل، ممكن يقابلك في منظور معين، فتقدر انت تعمل حاجة بالشكل ده. تمام. بعد كده عندك إمكانية لأن انت تبتدي تعمل فتحة في فيرتيكال، أي حاجة فيرتيكال. لكن لو حضرتك لاحظت هنا يقول لك هو بيسلك حاجات معينة، فلور أو روف أو سيلينج أو السوفت، علشان يكريت فيها فيرتيكال اوبننج. تمام. فلو حضرتك بدأت تيجي هنا، وحضرتك لو بكيت الكلام ده هتبتدي تسكتش الفتحة اللي انت عايز تفتحها فيه بالشكل ده، وتقول له فينيش، فاوتوماتيك هو خد السكتش منك وهيفرغ لك فيها بالشكل ده. فطبعا حضرتك تقدر تبتدي تغير مكان الفتحة، وكل ما تتحرك تبتدي تعمل لك تفريغ في الجزء بتاعك اللي انت قلت له عليه. دي بتديك يعني مهارة في إن أنت تبتدي تعمل فتحات، تقدر تقول له إديت في السكتش، تقدر تبتدي تعدل الكلام ده. حابب تبتدي مثلا تعمل في سقف معين مثلا أعصاب تهوية معينة عندك في التصميم بتاعك، فحابب تعمل حاجة بالشكل ده، مفيش أي مشكلة. زي ما احنا شايفين في إمكانية لحاجة بالشكل ده. عندك بعد كده إن أنت تعمل فتحات باي فيس. فلو جيت عملت باي فيس اللي هو الفيس اللي أنت هتوقف عليه وهو هيقدر يقرأه، هو اللي هيبتدي يرسم لك عليه السكتش بتاعك ويفرغ لك فيه التفريغة اللي انت عايزها. وبالتالي لو جيت عملت كده وبدأت تيجي تقول له انا عايز ابتدي اعمل تفريغ، هتلاقيه هو بيرسم اوتوماتيك على الفيس نفسه، اوتوماتيك لان هو باي فيس. في حين ان انت لما كنت بترسم هنا وقلت له فيرتيكال وخلاص وبكيت له الجسم وبترسم، هو بيرسمه ك 2 دي عادي بالشكل ده، وبعد كده بيعمل امتداد ليه علشان خاطر يبتدي يطلع بالشكل ده، فيفرغ لك في الحاجة اللي انت بكيت له عليها او اللي انت قلت له عليها. وبالتالي زي ما احنا شايفين اهو نقدر نبتدي نحرك الكلام ده. هو عبارة عن امتداد لفويد يبتدي يقطع اي حاجة انت قلت له عليها. تمام. بالشكل ده زي ما احنا شايفين، نعمل حاجة بالشكل ده ونبتدي نفرغ الشكل اللي احنا عايزينه بالطريقة اللي احنا شايفينها. تمام. وبالتالي طبعا الأشكال المطروحة دي لما تتحد مع بعضها بتبتدي تطلع لك حاجة بالشكل ده. لكن الباي فيس بيبتدي إن هو ياخد منك فيس معينة يشتغل عليها، وليكن مثلا زي دي أو زي دي. تمام. ويبتدي إن هو يفرغ لك فيها هي. تمام. بالشكل ده يبتدي يرسم لك عليها، ولما تقول له فينيش يبتدي إن هو يفرغها لك بالطريقة دي. وإحنا برضو جينا بدأنا نعمل كده وبدأنا نقول له عايزين نعمل سقف معلق هنا، وطبعا احنا اننا واقفين في ليفل 1 اللي ده ما وقفناش هنا، ففي ايرور انه مش هنشوفه، لكن كده في 3 دي شايفينه. لو جينا كده قلنا له فيرتيكال وبدأنا نعمل كده، خلاص هنبتدي نفرغ اي تفريغ هيبتدي يطلع معانا في الايه في الكلام ده. طبعا نقدر نغير المكان، نقدر نغير السكتش في الوقت اللي احنا عايزينه. تمام. لكن ده مش شفت، هو مجرد بس فتحة في السيلينج او في فلور او في روف بالشكل ده. تمام. دي الفتحات المتاحة بالنسبة لك في الريفت، أهمها الوول اللي على الدوران أقدر أفرغ فيها، الشفت للأسانسير وللسلالم، الدورمر علشان خاطر أعمل حاجة زي كده. أما الباقي فهو عبارة عن فتحات حرة بالشكل ده. تمام. ده بالنسبة لموضوع الفتحات على الريفت. بالنسبة لموضوع الجريد هو بسيط خالص. احنا بنبتدي نقول له عايزين نعمل جريد من هنا، فبنلاقي إن احنا متاح لينا إن احنا نعمل الجريد إما لاين أو كيرف أو إن احنا نبكه. تمام. لو احنا جينا هنا قلنا له احنا عايزين نعمله لاين، فهنيجي نبتدي نرسم حاجة بالشكل ده. وهنيجي نبص هنا هنلاقي ان هو نازل معانا هنا حاجة اسمها بابل مكتوب فيها ترقيم رقم 1. لو عملنا تشيك هنا او عملنا كليك عليها كده هنلاقي ان في هنا مربع، لو عملنا عليه تشيك تبتدي تبان معانا هنا. عندنا السهم الصغير ده لو بدأنا نيجي نعمل كده قلبه يبتدي يضيف لنا تكويعة، احيانا بيكونوا قريبين من بعض بنحتاج ان احنا نبعدهم عن بعض شوية. فزي ما احنا شايفين كده دي كيفية لإبعادهم عن بعض. تقدر تيجي هنا تقول له الواحد ده تغيرها لي لو انت عايز. ادخل في الايديت هنا الاقي ان الديفولت بتاعه ان يكون السيمبل موجود من ناحية واحدة اللي هو الدايرة. ممكن اقول له خليها لي في الناحيتين من هنا. طبعا انا عملتها بطريقة ان انا كليكيت على ده
لكن ده حاجة خاصة بده فقط. لكن لو علشان انت عايز تبتدي تطبق على كل اللي نازل من النوع ده يبتدي يتعمل فيه البابل من الناحيتين، فحضرتك بتبتدي تتعلم على الايديت تايب بتاعتها من هنا. في عندك بعد كده حاجة تانية اللي هو الاند سيجمنت باترن. الاند بتاعتها يكون شكلها عامل ازاي، تمام، والسنتر سيجمنت يعني اللي في النهاية خالص ده يكون شكله عامل ايه، واللي في النص، ولون الخط، والويت بتاعته، والسيمبل بقى اللي هو بنتكلم عنه هنا موجود ولا مش موجود، هو مين اصلا هنا السيمبل اللي انت عايزه. فبتلاقي ان هو هنا موجود ليك سيركل. طيب افرض انت مش عايز يكون سيركل، فانت عايز تبتدي تعمل لود لفاميلي عبارة عن سيمبل ينزل للجريد، تمام. فحضرتك بتيجي تقول له من انسرت انا عايز اعمل لود فاميلي، وبتدخل على ملف الراك ومترك لايبراري، بتيجي على الانوتيشنز. الانوتيشنز هي الحاجات الخاصة بالتنفيذية. لو حضرتك بدأت تنزل هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها اهو هنا جريد هيد، جريد هيد، اشكال مختلفة، فتقدر تبتدي تاخد اي واحد فيهم، تمام، كهيد بالنسبة لك تبتدي تحطه مكان اللي ايه، مكان اللي موجود. ممكن عندك سكوير، عندك هيكسجون، عندك حاجة بالشكل ده، فممكن نقول له لود للاتنين دول. بمجرد ما بتعمل لود بتدخل تاني هنا في الاعدادات، بتلاقي ان اصبح عندك متاح اوبشنز تانية بدأ يتعمل لها لود زي الهكسجون مثلا. خلاص اصبح الشكل بالنسبة لك حاجة بالشكل ده، تمام. دي طريقة ان انت تبتدي تعمل برضو اختلاف للايه، للاشكال اللي عندك، تمام. طيب انت ممكن تبتدي تيجي هنا وتقول له انا عايز من الانوتيشن سيمبل، من هنا تبتدي تيجي تقول له انا عايز الجريد هيد الهكسجون دي، ابتدي ادخل هنا واقول له اديت. فهلاقي طبعا ان هو عاطيني الشكل بتاعها ان هو مرسوم بلاين بالشكل ده. لو انا حابب اعدل عليه هجيب لاين وهبتدي اضيف، مثلا ممكن اكون انا عايز ابتدي ارسم هنا مستطيل مثلا بالشكل ده، برضو يكون مماس بالشكل ده بحيث ان انا اعمل شكل مختلف، واقول له لود. فلاقي ان الكلام ده بيبتدي يتحقق معاك على كل الايه، على كل الهكسجون اللي موجوده بالنسبه لك. لو انت جيت قلت له كرييت سيميلر هتبتدي ترسم واحد تاني كده بالشكل ده مثلا. هتلاقي اوتوماتيك ان هو نازل اخد رقم اتنين، اذا هو بيعد لوحده، بيعد لوحده. طب افرض انت خدت منه كوبي نسخة، بدأت تيجي تقول له انا عايز انسخ ده، هل هيحترم برضو الترقيم؟ برضو هيحترم معاك الترقيم، لان هو مش هينزل اتنين جريد ليهم نفس الاسم، وبالتالي بيبتدي يعمل معاك ترقيم لوحده. ممكن اقول له كرييت سيميلر وابتدي اخد حاجة كيرفت، وبالتالي اعمل كده الناحية التانية، فاوصل لحاجة بالشكل ده. انا طبعا عايز الناحية التانية ما تكونش ارقام، تكون حروف، فهقول له ايه وكليك. لما اجي انا اعمل واحد تاني بالشكل ده مثلا، هلاقي ان هو اوتوماتيك اخد معايا برضو بي، وبدأ ان هو يرقم معايا، يرقم معايا الموضوع ده اوتوماتيك، تمام. الموضوع زي ما احنا شايفين بسيط خالص. مجرد ان انت بتقول له انا عايز اكريت الحاجة اللي انا هكريتها، عندك اكتر من طريقة للرسم. ممكن تبتدي ترسم حاجات في المشاريع بيكون فيها محاور دائرية، فبتبتدي تاخدها من المركز بتاعها وتاخد منها الجزء اللي انت عايزه، فمتاح ليك حاجة بالشكل ده، ومتاح ليك كيرف حر بالطريقة دي، ومتاح ليك طبعا انك ترسم اللاين وهو اوتوماتيك بيرقم الكلام ده معاك، تمام. اظن الموضوع بسيط في الجريد، والناس ان شاء الله تجرب كده تنزل الكلام ده بايديها. هنلاقينا عندنا حاجة اسمها مالتي، تمام، مالتي جريد. فهنيجي نبص نلاقي ان احنا متاح لينا ان احنا نبتدي نرسم بطريقة حرة أكتر. إن أنا هبتدي أرسم سكتش بالشكل ده، تمام، وهقول له فينش، والسكتش اللي أنت بترسمه ده بينزل عليه الجريد اللي أنت عايزه. ده عامله لك علشان خاطر لو أنت عندك الأشكال مختلفة خالص، أو عايز تعمل كاستم جريد لنفسك، فتقدر إن أنت توصل بالطريقة دي، إن أنت حابب تعمل سكتش، وبعد السكتش ده هو يطلع منه مثلا الخطوط بتاعتك اللي أنت هتبتدي تشتغل بيها كمحور. فممكن تعمل حاجة بالشكل ده، فأوتوماتيك هو برضو بدأ إن هو يعمل لك الكلام ده بناء على الشكل اللي أنت قلت له عليه، تمام. تقدر تإيديت في أي وقت. متاح لحضرتك طبعا التعديل زي ما احنا شايفين. لو حابين نمسح حاجة زي كده ونبتدي إن احنا مثلا نعدل الشكل بتاعنا لأي شكل تاني، متاح ليك إن أنت تعمل حاجة بالطريقة دي. ده الجريد وده التعديل فيه والإضافة اللي أنت لو عايز تضيفها. طبعا الفاميلي اللي أنت عملتها هنا دي تقدر إن أنت تسيفها باسم تاني، وبالتالي يكون بعيدة خالص عن الهكسجون، تسيفها كفاميلي بأي اسم تاني هنا، وبالتالي
لما نقول له لود انتو بروجكت نبتدي نلاقي حاجة بالشكل ده. تمام. لما ندخل هنا هنلاقي إن هي أخدت الكلام ده وأصبح عندي نوع تاني متاح اللي هو ده بالشكل ده. تمام. طبعا لو كنت عايز تحافظ على الهكسجون زي ما هو، يعني خلينا مثلا نيجي هنا نقول له edit ونقول له من هنا احنا عايزين نخلي الكلام ده سكوير. تمام. وهبتدي اجي من هنا هقول له انا عايز اعدل في السكوير اللي هنا، فهقول له انا عايز امسك ده واقول له edit. مش هعدل على طول علشان انا مش عايز ابوظ السكوير، فهسيف باسم تاني، هقول له سيف از بروجكت باسم تاني احسن، اي اسم، وابتدي ان انا اعدل بقى بعد كده التعديل اللي انا عايزه. ممكن ابتدي اجي اقول له انا عايز ابتدي ادي هنا مثلا اليبس. تمام. يكون مثلا معاك هنا بالشكل ده حاجة مثلا بالشكل ده، وأقول له لود انتو بروجكت. تمام. طبعا ده هيتلود على إنه حاجة تانية خالص بعيدة عن السكوير، فلازم إن أنا أدخل أبتدي أختار هنا إن الكلام اللي أنا عايزه مش السكوير، أنا عايز الإيه، الفاميلي الجديدة اللي أنا عملتها، وبالتالي ينزل لي الشكل بتاعها بالشكل ده. تمام. إحنا كده خلصنا شرح الفتحات وشرح الجريد، وإن شاء الله نستكمل المرة الجاية باقي الشرح، وأشكركم والسلام عليكم.